صعد مع فينيسيا الإيطالي إلى سيريا A في الموسم الحالي برقم 9، وطبعا الهداف التاريخي إنر فالنسيا اللي بيحمل رقم 13 في هذه المباراة. منتخب كوت ديفوار الذي حقق 4 انتصارات في لقاءاته الأربعة الأخيرة منذ خروجه أمام مصر في ربع نهائي إفريقيا الأخيرة في المغرب 2-3 في ربع النهائي، بفوز على كوريا الجنوبية وفوز على اسكتلندا وفوز على فرنسا في فرنسا 2-1، وفوز أيضا في لقاء ودي أمام فيلادلفيا يونيون الفريق الأمريكي، أمام الإكوادور التي لم تخسر في آخر 19 مباراة. أول كرة على طول عن طريق اللاعب بييرو إنيكيبي أول كرة وأول استضيف هذه المباراة. كان أحد ملاعب كأس العالم للأندية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي، واللي استضاف كم مباراة. الفريق يمتاز الحقيقة بالقوة الدفاعية، سجل 14 هدف في التصفيات واستقبل 5 أهداف. مرة ثانية استلام، تسديدة، فرصة، جمهور كبير جاي من الإكوادور في هذه الليلة. أول كورة وأول محاولة في اللقطة الماضية. بص أمامنا واللي ظهر على الشاشة منذ قليل، مرة تانية هنا المرور، عايز يعدي أمامنا اللاعب ياندو موندي، لكن شوف التدخل. صاحب ال 73 لقاء اللي بيتواجد النهارده ضمن ضيوف الشرف، الذي لعب في 5 بطولات في فرنسا، ونجم البي اس جي أمامنا هو اللي بيلعب مع منتخب كوت ديفوار. مرة ثانية هنا التحول، الكرة تعود للخلف، حارس المرمى جاي اللقاءات. مرة ثانية التحضير ومحاولة الوصول والعرضية واتزحلق، وأول أهداف اللقاء. يا راجل مش ممكن صاحب ال 36 عام، صاحب الخبرات إنر فالنسيا. فين يا إنر فالنسيا؟ وأيضا منتخب أوزبكستان ومنتخب الكافير، منتخب الرأس الأخضر. مرة تانية هنا على طول الضغط من جانب اللاعب اللي بيتواجد من ده أمامنا هنا في الأداء الهجومي. انطلاقة حلوة، مرة تانية التسديدة راحت فوق العرض حلوة. ادي امامنا جوني إبوا لاعب نادي فينيسيا الايطالي. حلوه ايموندي. ادي كوت ديفوار بدات تمسك كوره، ادائهم المعروف، المستوى المهاري العالي. اول اهداف المباراه هنا التسديده قوي جدا. هذا المدافع مدافع ليفركوزن طبعا المعار الى نادي الارسنال. ادي الاماميه، التغطيه الدفاعيه، عيني على التغطيه. واللاعب هافرتس طبعا الالماني عنده هدفين ايضا في هذه البطوله. مره ثانيه هنا التحضير، وصول اينتراخت فرانكفورت الى نادي نيس في الدوري الفرنسي. ممكن يسدد من امامنا هنا اللاعب كيسيه، عرضيه خطيره. يا ولد على الكوره. حلوه المنتخب الايفواري في ظهور امامنا اهو. كوره معموله حلوه قوي اللي فاتت دي عن طريق اولا هذه الهجمه. واقول لحضراتكم المشاكل، لكن مشاكل دفاعيه في ظل هذه المحاوله. وادي امامنا هنا بداية قوية من الإكوادور في بداية المباراة. عدى المرة دي العرضية ممتازة من اللاعب ياندو. المرة دي التحرك من جديد عن طريق اللاعب ياندو، ومن بدأ يشتغل لاعب نادي لايبزيج. هدف أول. يا راجل إليويه ضيع واحدة أسهل من اللي ضيعها صالح المنتخب الإيفواري. نيكولاس بيبي أمامنا، الكرة العالية لكن دفاع إجبادو اتلخبط فيها. إجبادو ضغط عليه، فرصة هنا عن طريق ديموندي بيلعب في نادي لايبزيج أمامنا في ألمانيا. انطلاقة حلوة ديموندي، العرضية، لكن هنا التدخل الدفاعي يحييها مرة ثانية إليو. أهو دخلنا على الدقيقة 24 وإكوادور كانت الأقرب. مرة ثانية مندا عايزين في السد القطري قبل الانتقال إلى فريق نادي فلامينجو، وكان عنده تجربة كمان في بلد الوليد. وأول إنذار، هنشوف أول إنذار 3 حالات طرد كانوا في لقاء الافتتاح من الخطوط. تكمله من ألان مندا يلعب كرة عالية، لكن سهلة كرة في ايد الحق في اللقاء رغم الافضلية ورغم التفوق اللي يعني عاملينه في اللقاء. بعيد ترجع مرة تانية. بص التحضير من جانب المنتخب الاكوادوري. وادي فرصة، حكاية العارضة، حكايتك يا عارضة، فرصة ضيعة مندا. قلنا عايزين مندا سيدو. ترجع الاكوادور اخطر فريق تفوق على البرازيل وكولومبيا. وكاد يعني فرانكو تبادل كرات، تمريرة حلوة قوي المرة دي، المهارة عالية، الفاول، لكن ما فيش 2000 هنشوف امامنا هذه الهجمة، المحاولات المستمرة، لكن فين يا راجل وحشة قوي وبعيد اللقطة اللي فاتت.
وحشه وبعيده في العارضه، واحده من اللاعب يبوى والثانيه كانت من جانب مندا منذ قليل. مره ثانيه سريع جدا، عدى حلوه قوي ياندي موندي ممكن هنا هدف، لكن يضيع بيبي مش ممكن. شفت الكوره لكن تطلع ركبه، فرصه كبيره لكن ياندي موندي عامل ازعاج كبير واحد الاسماء المرشحه على فكره. ما زلنا مع نتيجه اللقاء حتى هذه اللحظه التعادل السلبي. كيسي السلبي اللي اقدر اقول ان منتخب كوت ديفوار حتى الان محظوظ في هذه النتيجه. كيسي انذار ادي امامنا سيكو فوفانا انذار وكيسي انذار. الجبال الموجوده واي فريق بيروح هناك بيعاني بيقول لحضراتكم فرقه من جانب المنتخب الاكوادوري انتشار وتبادل مراكز، حركوا حلو قوي بكره وبدون كوره، لكن كان لاعب الحارس ليفا والنهارده بيلعب هذه المباراه. الكره الراسيه هنا عاليه كره تطلع امامنا لكن فيها اندفاع وفيها قوه ويبدو هناك فاول وفي خطا على إنر فالنسيا. مره ثانيه فرانكو كايسيدو هو الحل، بص حل مميز كايسيدو هنا الاستلام، لكن هنا المره دي مهاره. شوف امامنا هو مهاره وسرعه ووصل الانطلاق، قوه الانطلاق، انفجار هنا في اللقطه اللي فاتت. هم عصب المنتخب الايفواري في نقل الهجمات، لكن المره دي بقى انطلاق عن طريق اللاعب اللي انطلق حلو قوي، اللاعب بازومانا في اللقطه، وبازومانا واحده من الانطلاقات واربع دقائق اللي ارتطمت في العارضه لمرمى كوت ديفوار من جانب كل من اللاعب يبوى نيكولاس بيبي على الارض على طول. مره ثانيه الى دوي كرات العاليه، يا ولد على حاجات الحلوه المره دي، لكن ده مين؟ ده سينجو بقى ايه تحول الى عبد القادر منتخب الاكوادوري. الاخطاء غير مسموح بيها في هذه الليله، وادي التسديده نيكولاس بيبي، ولكن كره في منتهى القوه تطلع الى ركله مرمى، لكن هم ازاحوا جاسيه وجابوا هذا الرجل اللي بيستمر في رحله نجاح مع المنتخب. من جانب اللاعب اجبادو الجانب الشمال كونان المحاولات اللي ماسك كوره وبادي الشوط الثاني بتركيز. مره ثانيه بلاتا عاملها حلوه قوي، زاويه صعبه. شوف بلاتا عاملها حلوه، انطلاقه المره دي، التقدم راح في المساحه امامنا انيكيبي، عرضيه سهله. اقل لاعب في اللقاء، اقل لاعب في المنتخب اللي امامنا طبعا اللي كان على يعني ايقاع وقوه مع البدايه الحذره، لكن سرعان ما ده مميزين قوي، لكن هي رؤيه فنيه. مره ثانيه هنا التحرك، استلام، لمسه، راجل ضيعت الفرصه امامنا اهو. سجل في تصفيات بلاتا حضور جماهيري كبير هنا في فيلادلفيا. مره ثانيه هنا محاوله المرور، عايز يعدي، كان ليه الحقيقه حضور في واحده من اللقطات المهمه في شوط المباراه الاول، في كره كانت في العارضه استراليا امام تركيا، وازاي تركيا سيطرت وضيعت، لكن اللي سجل منتخب استراليا هنا منتخب نيكولاس بيبي يطلع كره في الجنب اليمين، هنا المسانده عرضيه، يا حظك يا ويهي اتعملت حلوه دي كرة خطيرة تقدم فيها لاعبي منتخب الإكوادور. مرة تانية التسديدة لكن راحت في 23 سنة إليويهي، كان ممكن إليويهي يسجل، لكن العارضة المرة دي للمنتخب الإيفواري اللي ممكن يخطف. فتحرك كده من جانب مندا يسند على طول وسط ملعب، ادي موزيس كايسيدو، لكن لعبها وحش قوي موزيس، لكن كوت ديفوار افضل. الشوط الثاني بدات بقوه وتحركوا. هل يندم منتخب اكوادور على ضياع الفرص؟ فوفانا يطلق صاروخ، سيكو فوفانا، لكن الى خارج الملعب. شكل مرتبك جدا، نقطة ضعف وتفوق عليه اللاعب ديموندي. مرة تانية هنا محاولة عن تسديد لكن اتأخر، يضع كرة حلوة قوي، الاستلام يفرق. مرة تانية يلعب العرضية، الكرة الرأسية، لكن 5 مرات هزيمة. ادي امامنا هنا الرد السريع، سيكو فوفانا، لمسة نيكولاس، ادي امامنا استلام ديموندي، انطلاق يمر ما بين 2، عدى خدمته، لمسة الأخيرة 19. مرة تانية هنا استلام، تحضير وانطلاقة عن طريق اللاعب ديموندي، كرة تانية مهمة، المنتخب الإيفواري عنده 3 انتصارات في هذه البطولة وما زال التعادل حتى الآن قائم في هذه المباراة. في كل نسخة عندهم فوز في كل نسخة، لكن مرة تانية محاولة، سيكو فوفانا قوية. كوت ديفوار تقترب من التسجيل في هذه اللحظات مع دخول أماد ديالو ودخول كذلك
كذلك بوني مره ثانيه العرضيه الخطير خاص ب3 نقاط، مره ثانيه بريسيدو لكن كان ثاني التصفيات لقاره امريكا الجنوبيه. ادي الكرات العاليه، الحصار هذه المره من جانب المنتخب الاكوادوري. بريسيدو امامنا، بريسيدو يلعب كره حلوه قوي بريسيدو، ادي امامنا بلاتا يا ولد صاروخ لكن في منتصف المرمى وتطلع الكره الى خارج الملعب. لعيب جونسالو بلاتا، لعيب 8 اهداف ده. اوردونس امامنا هو هيلعب ظهير ايمن. بص التعديلات، قلق في قلق دلوقتي عند الارجنتين. مره ثانيه هنا استلام، تغيير اتجاه، اماد ديالو ورقه رابحه تلعب دور مهم. اماد ديالو فيها قوه من جانب سيكو فوفانا وكيسيه وكذلك ايضا من جانب اللاعب دوي. موسم 2025 حتى خسر كمان نهائي امام السيتي على مستوى الكؤوس. والبقى المره دي هجمه سريعه، ياندي موندي الذي قدم اداء مميز لكن اللمسه الاخيره الى بوني وانذار للاكوادور. انذار من جانب لاعبي الاكوادور اللي بداوا يعني يدوروا الكوره بالشكل الصحيح، يلعب رقم 20 لكن كوسونو في دكه البدلاء. كذلك قلب الدفاع الاخر انديكا. مره ثانيه العرضيه خطيره الكره. واحد منهم يسجل ويخطف في هذه المجموعه اللي المانيا فازت على كروساوا 7-1 ونبحث عن الدفع باللاعبين عشان تنشط الامور. بريسيدو عمل نشاط حلو قوي في الجبهه اليمين، عرضيه بريسيدو لكن المره بعد قليل تونس ان شاء الله باذن الله امام منتخب السويد في مباراه مهمه بكره. غدا ان شاء الله سنكون على موعد مع منتخب مصر امام منتخب بلجيكا، ثم تتوالى اللقاء. نادي كريستال بالاس بلقب المؤتمر الاوروبي بعد فوزه على راي فايكانو الاسباني. مره ثانيه هنا مرور، حاول المرور على طول الكرات العاليه وحاولة الوصول، انطلاقه المره دي وادي الكره العرضيه لكن الخروج الامن دايما. استلام على طول من جانب اللاعب ياندو موندي. موندي عدى من الاول والثاني، اللمسه الاخيره لكن حكم اللقاء بدي ركله مرمى. نيلسون انجولو يلعب ركله ركنيه، كره خطيره المحاوله لكن على طول الكره امامنا. هي موزيس كايسيدو لاعب تشيلسي لاعب البلوز يبحث عن التمرير، كره العاليه الراسيه لكن الفرنسي اللي بيقود هذه المباراه. لعب بطولتين لعب نهائي الأولمبياد. ايمن راح اجبادو ظهير ايمن، انطلاقه اجبادو بشكتاش التركي، اجبادو المساحه يلعبها حلوه، اماد ديالو مش ممكن البديل اماد ديالو لاعب المان يونايتد الشياطين الحمر اللي ديالو. دي قيمه لاعب اماد ديالو، قيمته في مثل هذه الكرات. وار الافيال في المقدمه. بريسيدو اكوادور شوط اول كانوا مميزين، ادي امامنا انيكيبي لكن يطلعها امام كولومبيا، ثم فوز السنغال على الاكوادور في اللقاء الوحيد للاكوادور امام الى كونان منتخب الايفواري. هل يعزز بهدف ثاني في الدقيقه الرابعه؟ وادي مره ثانيه التسديد دخل في العمق، عمل كره حلوه قوي. ادي امامنا المسانده الدفاعيه، برافو يا بريسيدو ضرب لخمه.